عاوز تستمتع بأي فريق مصري تستمتع به قدام النادي الأهلي. شفنا بيراميدز امبارح أمام النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري بالإمارات الدولة الشقيقة. شفنا بيراميدز كان بيلعب ازاي بطريقة رهيبة جدا 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 بعد ما شفناه في الكونفدرالية، ولكن أمام النادي الأهلي بيراميدز كان حاجة تاني بالفعل، كان قوي جدا 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 ومشاكس جدا 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 أمام النادي الأهلي، ولكن رعانة النادي الأهلي وخبرة النادي الأهلي قدر يستحوذ على المباراة وياخد المباراة وينهي بنهائي كاس السوبر لصالح النادي الأهلي بضربة من بلنتي لعلي معلول يحرزها هدف، ولا أجمل ولا أروع يهدي به النادي الأهلي كاس السوبر في دولة الإمارات الشقيقة اللي بنكون لهم كل محبة وكل معزة وكل أخوة صادقة. الأهلي هو الأهلي، مهما يتهرب منه الزمالك ويفكر أي تفكير، لا، الأهلي هو الأهلي. بآراء الجماهير الأهلي أفضل من الزمالك بمراحل، بآراء النقاد الأهلي أفضل من الزمالك بمراحل، عشان كده الزمالك انسحب أو اعتذر، ولكن هي واحد في النهاية. هم بيقولوا ما انسحبناش، بل بالعكس اعتذرنا، ولكن في النهاية المعنى واحد، المعنى مفهوم. الزمالك قدرت إنها تاخد نتيجة كبيرة زي ال6-1 اللي النادي الأهلي مش ناسيها لحد النهاردة. لذلك الزمالك انسحب من كاس السوبر المصري أمام النادي الأهلي وراح بكل رجولة بيراميدز وكل جدية، ولعب مباراة قوية جدا 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 أمام النادي الأهلي ما شفناهاش منه في الكونفدرالية، لكن تحسب لبيراميدز، للعيبة بيراميدز، للجهاز الفني لنادي بيراميدز، لرئيس نادي بيراميدز اللي بكل شجاعة قال أنا هلعب المباراة أمام النادي الأهلي. وده في حد ذاته شرف كبير إنه يكون وصيف السوبر المصري بدولة الإمارات الشقيقة. الأهلي يا جماعة النهاردة في مكان تاني خالص خالص خالص، عشان بعد كده تتأجل له مباراة حرس الحدود عشان يلعب مباراة الترجي التونسي في رادس، وإن شاء الله الحظ يكون حليف النادي الأهلي في رادس ويرجع بنتيجة إيجابية من الترجي التونسي. بالنهاية بنقول مبروك النادي الأهلي، مبروك جماهير النادي الأهلي، مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، المجلس الواعي، المجلس اللي هو ماشي بخطة راسخة، يستاهل أنه يكون حاصل على البطولات. فعلا صقور يا أهلاوية.